واحد قاعد بيشتم الرئيس حسني مبارك شتيمه يعاقب عليها القانون والراجل ساكت ما بيتكلموش، بالعكس كان اتحكم عليه بشهرين سجن، قال له يلا مش اتكل على الله مش عايزين منك حاجه اتفضل. وبيشتموا تاني وبيشتموا اسرته بيشتموا ابنه ومرات ابنه. يعني طب انت بس ده نقد. وبعدين عمل ايه حسني مبارك يعني؟ ايه اللي عمل عشان تشتم؟ مع احترامي يعني انا ابن بلد بقى، يعني الراجل بعدنا عن مشاكل كتيره جدا. لا ومين يقبل الشتيمه؟ يعني ايه يعني؟ رئيس الدوله هو رمز الدوله، إيه ما حدش يعني؟ يقبلها طبعا ليه بالتاكيد. ايه وبعدين طبعا. انت كمان بتشتم رئيس الجمهوريه لصالح مثلا حزب الله؟ ما حد يقول كده في الدنيا. انا اللي يحكمني اسقف له وادعي له. ايه اللي حصل بس يعني انطباع كده عن الزياره واللقاء اللي تم مع رئيس الجمهوريه مع الرئيس مرسي. والله هو كان لقاء الحقيقه، كان الرئيس مرسي اتكلم كلام طيب جدا وكلام كويس جدا، تدل على يعني الكلام يدل على ثقافه عاليه وعلى احترام للراي والراي الاخر وتعبير حريه التعبير الفني والادبي والثقافي، واتكلم على ان دي من ركائز الامه المهمه جدا، واستشهد بافلام امريكاني. هذه الافلام تعتبر تاريخ للسينما الامريكيه، وجاب سيره هذه الافلام، يعني يدل على انه متابع وعارف ما معنى الثقافه وما معنى السينما. انا اللي يحكمني اسقف له وادعي له. الفريق اول عبد الفتاح السيسي حبيبي ده حبيبي ده بحب الراجل ده بعشقه. جميل. انت عارف انا بحب البطوله اصلي. الراجل ده بطل تمام وجه في اصعب مرحله بتمر بيها البلد وانضم ل 30/6. قال لك يعني لما بيقول لك ان الشعب لم يجد من يحنو عليه، كلمه جميله جدا. لم الناس تاني وفعلا يعني قلنا الله احنا بنعمل فوق الناس دي بتعمل فينا كده ليه؟ انا اللي يحكمني اسقف له وادعي له.